أوقات بنكون عم نفكر إنه الانسحاب ضعف، إنه إذا تركنا علاقة أو صداقة أو حتى شغل بنكون فشلنا. بس الحقيقة أبداً مو هيك. الانسحاب من الشيء اللي عم يأذينا، من الناس اللي عم تستنزف طاقاتنا، من الأجواء المليانة زيف وكذب، هذا أذكى قرار وأقوى قرار بناخده. ما في داعي نضل نحاول نرضي الآخر ونرضي الكل، ما في لزوم نضل نبرر ونشرح ونقاتل من شان نثبت ونثبت حالنا بوسط ما بيشبهنا ولا بيقدرنا. خلي الناس تضل مع اللي بيشبهوها، اللي بيمشوا بنفس الأسلوب والتفكير. أما أنت دور على حالك، خذ وقتك، ارتاح، ارجع لنفسك. الهدوء مو ملل، والبعد مو خسارة. الهدوء سلام، والبعد أحيانا طريق وحيد لتفهم مين أنت وشو بتستحق. صدقني بعد فترة رح تطلع لورا وتقول الحمد لله إني تركت، لأنه لو ضليت كنت رح أضيع حالي أكثر. فلا تخاف وتنسحب. إذا كان الانسحاب بيحميك وبيرجع لك كرامتك وبيذكرك بقيمتك، انسحب وخلي الحياة تبلش من أول وجديد، بس على طريقتك أنت. ودمتم.